من أكثر الوصفات اللي نديروهم في الشهر الفضيل الأطباق الجزائرية التقليدية وتكون بلمسة عصرية. وعلى هذيك جبت لك اليوم طاجين الزيتون بالشامبينيو اللي لازم يكون حاضر في الطاولات الرمضانية. تجي فيه واحد البنة سبيسيال ويجي عنده الوجه كيما راكو تشوفوا. اذا ما ينجحش معاك طاجين الزيتون ولا ما يجيكش بنين، نقول لك حبيبتي جربي الوصفه على طريقتي وراهي رايحه تعجبك بالتاكيد. واذا حبيتي تشوفي الفيديو ما تبخليش عليا غير بهذاك اللايك ورواحي معايا نروح نشوفوا الوصفه كيف كيف. في طنجره ندير مغرفه كبيره تاع السمن، نزيد عليها 3 مغارف كبار تاع الزيت. نجيب المراسم تاع الدجاج ديالي ونحطهم كيما راكو تشوفوا. ودايما نقول لكم الدجاج يكون على حسب افراد العائله. نحط الغطاء وندي النجرة ديالي فوق النار، نخلي الدجاج ديالي ياخذ لي التحميره هذيك الشابه. نجيب مقبض كيما راكو تشوفوا ونقلب الدجاج ديالي بعد ما خذالي هذه التحميره. نحط الغطاء ونخلي الدجاج ديالي يزيد ياخذ لي التحميره على الوجه الثاني. بعد ما الدجاج ديالي احمر لي من الوجهين كيما راكم تشوفوا وهذيك الزيت ديالي تنكهت بالنكهه تاع القليان، في هذه المرحله نجيب حبيبه تاع بصل اللي نكون عاشيتها في الاشوار، وماذا بيكم البصل ديالكم يكون كبير. نوزع البصل ديالي كيما راكم تشوفوا على كامل الدجاج. نزيد نحط الغطاء ونزيد نخلي البصل ديالي يتقلى مليح مليح. من جهة واحدة أخرى كان عندي شامبينيو، نجيبو كيما راكو تشوفوا ونقطعو بطبيعة الحال. كنت غسلته مليح مليح من بعد راني نقطع فيه، نقطعو شرائح كيما راكو تشوفوا في الصورة. هذا الشامبينيو رايح يزيد يعطي لكم بنة على بنة في الزيتون ديالكم، خصوصا إذا كان الشامبينيو طازج. بعد ما البصل ديالي كيما راكو تشوفوا حمار لي كامل وذبل هذاك البصل، في هذه المرحله راني رايحه نجيب الشامبينيو ديالي ونضيفه كامل على البصل والدجاج وخليه حتى هو يتقلى مليح مليح مع الدجاج ديالي. نوزع هذا الشامبينيو كامل ونخليه يتقلى. نجي ونضيف 2 حبيبات تاع زروديه. هنايا البنات زروديه ديالكم لازم تكون هذيك الزروديه اللي اللون ديالها يكون برتقالي قاتم. قد ما كانت زروديه ديالكم اللون تاعها فونسي، قد ما طاجين الزيتون يجيكم بنين ويجيكم حلو، تجي فيه البنه تاع الحلاوه. نزيد نضيف نصيب تاع الزيتون، ودايما الزيتون يكون اكثر من الزروديه. ونجي نضيف التوابل واش عندي ملح بطبيعة الحال ما تكثروش. نزيد ندير توابل طاجين الزيتون، فلفل الكحل، هذو هما التوابل اللي نسحقوهم في الزيتون ديالنا. انايا في للامانه في الزيتون ديالي ما نحبش نكثر التوابل، ندير توابل هذيك هي باش نحافظ على النكهه تاع الزيتون ديالي، والتوابل ما يطغاوش على الذوق تاع الزيتون. المهم البنات، بالنسبة لتوابل الزيتون دوك يجوني تساؤلات في الفيديو ويقولوا لي وش هو تابل تاع الزيتون. انا التابل اللي استعملته يا البنات هو التابل تاع الميزان، يجي لونه اصفر، تاع معناته توابل تاع الزيتون تاع المرق الابيض ماشي المرق الاحمر. المهم بعد ما خليت الزيتون وزروديه تقلاو مليح مليح والدجاج ديالي كيما راكم تشوفوا فيه راه حمر، خذالي هذيك التحميره الشابه. نجيب الماء اللي يكون يغلي، لازم الماء تاعكم يا البنات يكون سخون، نضيفوه ونمرقوه حتى يتغطى لنا هذاك الدجاج.
نحطوا الغطاء ونخلو الزيتون ديالنا والدجاج ديالنا يطيبوا. هنا البنات النار لازم تكون قليلة يا البنات باش يطيب هذاك الدجاج في خاطره، والزيتون حتى هو يطيب في خاطره. نخليه يطيب. من بعد كي تشوفوا لاصوص ديالكم هذيك خلاص شربت والدجاج ديالكم طاب وزرودية طابت، في هذه المرحلة نجيبوا المعدنوس ونديروا هكا رشة خفيفة كيما راكم تشوفوا. هنايا للامانه يا البنات انايا كي كنت نطيب في الزيتون ديالي درت هكذايا واحد زوج غصان تاع المعدنوس ونسيت باش نصورهم معاكم. خليت الزيتون ديالي طاب، من بعد طفيت عليه، وهنايا جات المرحله باش نقدموا الزيتون ديالنا. شوفوا يا البنات راكم تشوفوا الوجه تاع الزيتون ديالي يعطيكم الخبر باللي الزيتون هذا جا بزاف بزاف بنين. جات فيه يا البنات واحد البنه تاع العراس. نتمنى تجربوا الوصفة حبيباتي على طريقتي، وعلى بالي إذا جربتوها ما راكمش رايحين تزيدوا تستغناو عليها باسكو تجي بزاف بزاف بنينة. وطاجين الزيتون دايما نقول لكم هو محبوب الجزائريين ولازم يكون حاضر في الطاولات الرمضانية ديالنا، وعلى هذيك قلت نشاركوا مع خياتي وما نبخلش عليكم. علاش لا نتوما حباباتي، وانا ماذا بيكم ندير لكم كل حاجة عزيزة وترضيكم. المهم الزينات، هذا هو الزيتون ديالنا. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعنا اليوم، وان شاء الله نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. نقول لكم حبيباتي ما تبخلوش عليا غير بهذاك اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس باش نزيد نقدم لكم المزيد والمزيد من الوصفات الناجحه وما نغيبش معاكم. تقدروا تقدموا طاجين زيتون ديالكم مع البطاطا كيما راكم تشوفوا باش تزكيوا اللي عندهم العائلات الكبيره. ونتلاقى في وصفات أخرى إن شاء الله. سلام.